نادي انبي لعب 19 ماتش، اخد منهم 27 نقطة، كسب في 6 ماتشات وتعادل في 9 وخسر في 4 بس. مدرب انبي الكابتن حمزة الجمل عنده 56 سنة، اهم الفرق اللي دربها قبل كده المقاولين والاسماعيلي وسموحة، وطريقته المفضلة في اللعب 4-2-3-1. اخر 10 ماتشات ما بين الفرقتين انبي فاز في 3، الزمالك فاز في 5 وتعادلوا في 2. الزمالك سجل 16 هدف وانبي سجل 11 هدف. في لعيبه في انبي نقلق منها؟ لا، مفيش ولا لعيب في انبي مميز اللي هو نقول ان ده نقلق منه. اغلب الفرقه من الشباب، ودي تعتبر مش عيب، دي تعتبر ميزه برضو ان معدل اعمارهم 25 سنه، بس ما عندهمش نجوم بارزه. مفيش بس الا كهربا، وده ما يتقلقش منه، ده لعيب بتاع لقطه. هو هينزل طبعا، لو نزل هما بيقعدوا احتياطي الماتشات الاخيره، هينزل هيموت نفسه علشان خاطر ياخد لقطه لجماهير الاهلي. لكن هما ما عندهمش لعيب نجم مميز اللي هو تقلق منه، بس هما بيلعبوا بشكل جماعي بشكل كويس، وعندهم 8 كلين شيت في ال 19 ماتش، يعني برضه دفاعهم مش سهل. ايمن الشريعي رئيس نادي انبي طبعا معروف ان هو زملكاوي، بس قصه ان هو زملكاوي دي ملهاش اي علاقه باللي بيحصل ما بيننا وما بينه، والدليل على كده الصفقات اللي احنا كنا بناخدها من انبي. يعني هو ما بيعملش بان هو زملكاوي فبيراعي الزمالك مثلا او بيجاملنا في حاجه، بالعكس. وزي انا ما قلت، شوفوا الصفقات اللي كانت ما بيننا وما بين انبي، يعني بيطحن الزمالك عشان صالح انبي. فقصه ان هو طلع وقال ان انا هدفي في الموسم ده الثامن، ده مش معناها ان هو هيسيب لنا الماتش، هو بينيمنا. هو مصلحة انبي عنده رقم واحد، والشاهد على كده كل الحاجات اللي حصلت معاه السنين اللي فاتت. فطبعا الكلام اللي هو بيتقال من الاهلاوية ان الراجل ده هيسيب الماتش، هو مش هيسيب الماتش، مصلحة انبي عنده رقم واحد. ايه اللي يقلق في الماتش ده؟ اللي يقلق في الماتش ده حاجة واحدة، ان انبي في المركز التاسع مع 27 نقطة. يعني هو وادي دجلة خلص ماتشاته، انبي لو كسب الماتش ده يلعب مع السبعه الاوائل اللي هم هيلعبوا على بطوله الدوري، وهيلعبوا على المراكز اللي هتاهل للكونفدراليه ودوري الابطال. فطبعا انبي عايز يكسب، التعادل هيخليه يلعب مع ال 14 اللي تحت، لازم يكسب. فدي في ناس شايفه ان هي بتضر الزمالك، ان انبي هينزل الماتش ده مش هيلعب اي كلام، اللي هو هينزل يلعب بكل قوته عشان خاطر عايز يبقى من السبعه الاوائل. انا بشوفها دي ميزه، ان انبي هيضطر ان هو يهاجم، لان التعادل زي انا ما قلت كده مش هينفعه بحاجه، فهيضطر يلعب يفتح اللعب ويهاجمك عشان هو عايز يطلع في السبعه الاوائل. ساعتها انت تقدر تستغل ده، وان انت تسجل فيه هدف واثنين وثلاثه كمان لو انت عايز. فقصه ان انبي عنده طموح وهيلعب بشكل قوي عشان خاطر ان هو هيكسب هيبقى في السبعه الاوائل، دي حاجه هتخلي انبي كفته ارجح مثلا، او حاجه بتخلي الجماهير اللي هي عايزه الزمالك يتعطل فرحانين ان انبي هيلعب بكل قوته. انا بشوفها اصلا مش حاجه هتديله ميزه علينا، بالعكس دي حاجه كويسه لينا احنا كزمالك. سيناريو الماتش طبعا العادي اللي بنقول عليه كل مره، لازم نبتدي ضاغطين، لازم نلعب كاننا نازلين الماتش واحنا خسرانين هدف، ما نسيبش الوقت يجري والنتيجه 0-0. ولو جبنا جون ما نعملش زي الماتشات اللي فاتت، ما ينفعش نجيب جون ونرجع ورا او ننام عليه، او تجيلنا فرص سهله ونضيعها. الكلام ده لو حصل الماتشات الجايه مفيش بطوله دوري، خلاص راحت. لازم تجيب جون وتسجل جون تاني وتبقى قوي في الهجوم وما ترجعش ورا. مش هينفع قصه ان احنا نحافظ على هدف، دي مش هتنفع، بالذات ان انت لما تيجي تلعب في المرحله بتاعت حسم الدوري انت معاك 6 فرق، الست فرق تقال، 6 فرق عندهم لعيبه في الهجوم ممكن تخلص من نص فرصه. حتى الاهلي مش في حالته بس هيلعب برضه، يعني انت لو لعبت ضده وتقدمت عليه هيجيبك، هيتعادل ويغلبك عادي ما فيهاش مشكله. ومش الاهلي بس، وسيراميكا والمصري، كل الفرق اللي هيبقوا معانا في السبعه الاوائل. فاللعب بكره لازم يبقى لعب القوي. بالنسبه لكهربا طبعا لو نزل عشان ياخد لقطه، هو الطريقه الوحيده عشان تلعب قصاد لعيب زي كهربا ده بيحب اللقطه، هي الطريقه اللي لعب بيها قصاده طارق حامد في ماتش السوبر. انا جايب لك صوره كده تشوف طريقه اللعب اللي لعبها معاه طارق حامد، ده لازم تلعبه بالطريقه دي. ما ينفعش تنزل عمال تضحك وتهزر، وده صاحبي وصاحبك ده بره الملعب. يعني هو ليه طبعا ناس في فرقتنا معروفين مصاحبينه، صاحبي ما تنزلش بقى تضحك معاه وتهزر معاه وتسلم عليه، هو نازل شايفك عدو. يبقى انت في الماتش ده انت كمان تبقى نازل بنفس التفكير، ما تنزلش ان ده صاحبي وتهزر معاه وتضحك معاه. هو طريقه اللعب مع اللعيبه اللي زي كهربا بتوع اللقطه هي طريقه واحده اللي بتجيب معاهم، اللي بتخليه يعرف مقامه ويعرف حجمه وما يبقاش فيه منه اي خطوره.